اهو بص اقسم لك بالله، لو انت بدأت دلوقتي لا تبقى زي اللي بدأ من اول السنة بالظبط، انتوا الاتنين زي بعض بالظبط. فركز في الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. تعال احكي لك السيناريو بالكامل اللي هيحصل معاك في ثانوية عامة. وان اللي انت يعني انت لو فهمت السيناريو ده اقسم لك بالله ان شاء الله ربنا هيكرمك. ايا كان انت بتبدأ من امتى ايا كان. طب عايز كده صلي على النبي وتركز معايا. حاول واسمع كلام اخوك وركز في كلامي وطبق كل كلمة. حاول ان انت لو كنت مقصر في اي حاجة ارميها وابدأ كأنك بتبدأ في اول يوم في ثانوية عامة. تاني حاول ايا كان اللي انت كنت مقصر فيه خده ارميه ورا ظهرك وابدأ كأنك لسه بتبدأ اول يوم في ثانوية عامة. ليه يا عمر؟ هقول لك انا بقى ليه. لان انت لو جيت تحكي لي اي مشكله مثلا، يلا نمشي كده انا وانت بالترتيب. اصل انا يا عمر الكتب اللي عندي كامله ما حلتش في ولا كتاب اي سؤال. المدرسين قدام هتراجع وهتعمل لك معسكرات كتيره جدا وهتبدا انك تحل. يبقى انا بس لو بدات دلوقتي ذاكرت انا قدام هحل كتير. طب يا عمر لو انا قلت لنفسي لا، ما هو انا كده كده ما حلتش من اول السنه، خلاص انا مش مذاكر ومش عامل حاجه، انا ضيعت. طب عمر يعني انا دلوقتي مشكله الحل دي قدامها تتعوض؟ يعني في فرصه. طب اصل انا يا عمر المتراكم ده كتير قوي عليا وما ذاكرتش ولا درس من اول يوم في السنه. ماشي. ما هو المدرسين قدام هتعمل لك معسكرات وهتراجع لك مليون مره وهيبداوا ان هم يجيبوا لك المنهج من الاول تاني. زي ما احنا دلوقتي الانجليزي طلبه كتير جدا لسه بتبدا دلوقتي وبنراجع معاها المنهج من الاول تاني. حاضر. يعني انا يا عمر المنهج اللي انا متاخر فيه المستر بتاعي كده كده هيعيدهولي. يعني انا مش بضيع، لا، ما انت كده كده المنهج هيتعاد لك. ماشي. طب بص يا عمر بقى، في مشكله كبيره قوي. ايه هي؟ ان انا في حاجات كتيره اصلا بتضيع لي وقتي. يعني انا مثلا التليفون والنوم بس، خلاص بقى، ما هو انا كنت المفروض اسيب التليفون ده من اول السنه واسيب الكلام ده كله من اول السنه. طب ما هو انت دلوقتي لو سبت التليفون ويعني بطلت تنام كتير وركزت في عدد الساعات النوم اللي انت بتنامه، فانت هتلاقي نفسك انك موجود عندك وقت تقدر تنجز فيه. وبدل ما انت قاعد هنا دلوقتي عمال تقلب، انت المفروض تكون قاعد بتذاكر فهتلاقي وقت. ماشي. يعني الملخص ان الموضوع بايدي انا، اللي لو عايز ابدا هبدا. بس عمر ثواني، انا عاوز بقى حد يجي يجاوبني الاجابه اللي انا عايز افهمها عشان اشوف هل انا هقدر ابدا ولا لا، او هل هيبقى ليا نفسي ابدا ولا لا. هل انا لو بدات دلوقتي، انا يا عمر لو بدات دلوقتي الحق؟ انا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني. هات اللي بدا من اول السنه. انا عارف انا بقول لك ايه يعني يعني الحمد لله ان كل كلمه انا بقولها انا ببقى مدرك كلامي بحيث ان انا ما تحسش ان انا بقول لك اي كلمه وخلاص. هات اللي بدأ من اول السنه، من اول ساعه في السنه. هات اشطر طالب انت تعرفه وابدا قول له هات مثلا الكيمياء، قول له افتح اول درس في الكيمياء ويلا خد السؤال ده ابدا حله. هيقول لك انا مش فاكر. يعني ايه انا مش فاكر؟ يعني انا محتاج اراجع. يعني انا يا عمر لو بدات دلوقتي وبدات ان انا اذاكر كويس جدا، انا هبقى زي اللي بدا من اول السنه. اقسم لك بالله دلوقتي يبقى انا لو بدات دلوقتي، انا بقول لك اهو، انت لو بدات دلوقتي اقسم لك بالله لا تبقى زي اللي بدا من اول السنه. طب الكلام ده يا عمر مثلا بناء على ايه؟ مفيش حاجه اسمها بناء عن ايه. مفيش حاجه اسمها بناء عن ايه. ما انا بقول لك اهو، هات اللي بدا من اول. انت مش عايز تصدق كلامي؟ هات اللي بدا من اول السنه كده وقول له يلا قول لي اول درس اصلا القوانين اللي كانت فيه كانت ايه. هيقول لك مش فاكر. هيستنى المراجعات اللي المدرسين هتعملها. طب ما انت اهو، طب ما احنا اهو، طب ما يلا. ما هو اصلا انا المتراكم هيتجاب. ما هو اصلا انا لسه ما حلتش هتحل. ما هو اصلا انا لسه مش فاهم اي حاجه هتفهم. ما هو اصل الفيزياء صعبه اتفرج على المحاضرات. ما هو اصلا انا لسه ما حفظتش كلمات الانجليزي ابدا انك احفظ. ما هو اصلا انا في المحاضرات فاتتني في السنتر فالمستر مش هيراجع دلوقتي، اتفرج اونلاين. خش كده على اي مكان اتفرج فيه هتلاقي محاضرات كتيره بتنزل ومحاضرات فري. انا بقول لك اهو، انا منزل لك المحاضرات، منزل لك تاسيس ومنزل لك حاجات كتيره جدا للانجليزي هناك على القناه. اسمع وهتفيدك وان شاء الله هتقدر انك تحل. بس ما تيأس وابدا. خلاص ما تيأس وابدا وهتلاقي ربنا بيكرمك. لما جيت بدات، وانا قلت لك برضو الموضوع ده قبل كده، لما جيت بدات ادرس انجليزي كان انا بدرس وسط يعني بسم ما شاء الله وحوش في الماده. فلو كنت انا جوه نفسي اول ما بدات كده، لو انا كنت شفت الناس اللي بتحبط فيا ما كنتش وصلت لاي حاجه. انا الحمد لله بفضل الله
اللي انا وصلت له ده بحمد ربنا يعني عليه، الحمد لله، الحمد لله ان ربنا اختارني او ربنا حقق لي حاجه من اللي كان نفسي فيها. فاللي انا وصلت له ده لو انا كنت سمعت كلام الناس كنتش وصلت لاي حاجه خالص. يعني وسط انا كنت بقول جوه نفسي كده ان شاء الله ان شاء الله انا متاكد ان ربنا هيكرمني. ليه؟ لاني بسعى وبعمل اللي عليا. طب ما هو في ناس اصلا، انت الناس دي بقى لها كتير جدا، انت بالنسبه لهم بسعى وبعمل اللي عليا. الكرم ده هو مين اللي بيكرم؟ ربنا. هل ربنا حدد لك حاجه يكرمك بيها؟ لا، اسعى واعمل اللي عليك، بس تسعى وتعمل اللي عليك وربنا يكرمك. فلما سعيت وعملت اللي عليا وربنا كرمني لقيت نفسي الحمد لله كنت الرابع وسط ناس كتيره جدا، ناس كتيره جدا في ليالي الامتحان بتاع دفعه 2025 بتوفيق من ربنا. ليه؟ عشان انا سعيت وعملت اللي عليا. هل بقى هقعد ابص اصل انا واصل انا واصل انا واصل انا؟ مفيش الكلام ده. سيب التليفون وبطل نوم. مش بطل نوم اللي هو ما تنامش، اكيد يعني انت مش آلة، يعني مش آلة، ده الآلة بتفصل، انت مش هتفصل. بس ظبط امورك، ظبط امورك. وتاني مش بحفزك مش اي حاجه، بس لو طلعت من السنه دي خسران وانت مش عامل ايه اللي عليك، طب يا عمر انا عملت اللي عليا بس ربنا ما كرمنيش. مفيش حاجه اسمها ربنا ما كرمنيش، ربنا حطك في المكان الصح اللي انت مش شايفه، بس هو ده المكان الخير ليك. بس فكره ان انت تطلع من السنه دي خسران وانت مش عامل اللي عليك هتقهرك قوي 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 قوي. خلاص، الملخص لو قمت دلوقتي خد افتكر كلام، افتكر كلام في واحد كده جالك ماشي وانت ضايع وتايه اسمه عمر السخاوي، افتكر الكلام ده، افتكره، اقسم لك بالله. قال لك ان انت لو بدأت دلوقتي هتبقى زي اللي بدأ من اول السنه. اقسم لك بالله واقسم لك بالله هقابلك ان شاء الله بعد كام شهر من دلوقتي ان شاء الله، يعني خلاص اهو ماشي، مش خلاص اهو السنه بتخلص، لا خلاص يعني الايام كده كده هتجري. هقابلك ولو انت سمعت كلامي دلوقتي وقمت بدأت وقمت قعدت فحت نفسك وقمت مسكت الورقه والقلم وقعدت كده ورقه وقلم ورا المستر وقعدت وذاكرت وما ضيعتش وقتك، اقسم لك بالله لا هقابلك وانت محقق حلمك ان شاء الله. طب عمر لو محققتش حلمي هتخش مكان انت راضي عنه لان انت عملت اللي عليك، وهتخش مكان هو ده الخير اللي ربنا كاتبه لك فيه، المكان ده هو ده الخير ليك. خلاص، قول ورايا: لا اله الا الله والحمد لله والله اكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يكرمك وان شاء الله يكبر بخاطرك كده وتقوم وتفوق وتبدا. قوم وفوق وابدا عشان ما تعيطش. قوم. ماشي ماشي. بعت الفيديو ده لصاحبك، انت كمان ابعت لصاحبتك، وما تنساش انك تصلي على النبي. سلام. ورط نفسك، ده الحل في كلمتين: ورط نفسك. لو انت عايز تحقق حاجة ما حققتهاش قبل كده فجهز نفسك انك تعمل حاجة ما عملتهاش قبل كده، وده معناه في بعض الأحيان انك تبدأ قبل ما تكون جاهز. فزي ما قلت لك ان الحل في كلمتين: ورط نفسك. نتيجتك طلعت وجبت 60%. محتاج ايه عشان توصل 100%؟ خطوة واحدة. تعال اعرف ازاي. المشكلة مش في درجتك، المشكلة في الطريقة. اولا مش كل مذاكرة هي مذاكرة، القراءة فقط عمرها ما هتخليك تجيب 100%. الفهم لوحده مش كفاية، لازم تطبيق وحل. غلطك ده كنزك، اللي بيهرب من الغلط عمره ما هيكون من الاوائل. مش محتاج وقت اكتر، محتاج وقت صح. عرفنا درجتك كام. بعد ما تكتب أهدافك هنا بيك تاخذ الورقة هذه تمام وتسوي فيها زي كذا، وتسوي فيها زي كذا، وتسوي فيها برضو زي كذا. خايف تنسى هدفك مثلا أو خايف تنسى أهدافك؟ شوف، أهدافك، حلمك، أحلامك إذا ما كانت موشمة بمخك من أول ما تصحى من النوم لحد ما تنام، هذا مش هدف، هذا مش حلم. عمرك بحياتك ما راح تحقق هذا الشيء. انسى انك تحقق هذا الشيء في حال ما كنت 87,000 ساعة يوميا تفكر بهذا الشيء. ليش تكتب أهدافك؟ ليه يقول لك إيش اكتب أهدافك؟ عشان كل يوم تقرأ عشان ما تنساه.